السلام عليكم. واش الضرائب في المانيا عاليه؟ شي مرات كنسمعوا شي افكار بحال هكا وصافي كيبقاو لنا في راسنا وكنتيقوهم. غادي نحاول في هذا الفيديو نبين لكم الحقيقه، بقاو حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش هي الضرائب في المانيا. غادي نهضروا على الناس اللي غادي يخلصوا الضرائب على الراتب ديالهم، يعني اللي خدامين. ما نهضروش على الضرائب ديال مثلا اللي كيتوصلوا بالكرا، مثلا عندهم ممتلكات كيكريوها، وما كنهضروش على الضرائب على الاستثمارات مثلا الماليه ولا غير ذلك. لا، غادي نقتصروا على الضرائب ديال الراتب ديالك، ديال المدخول ديال العمل ديالك. فاول حاجه نعرفوا راه كاينين ضرائب وكاينين قطاعات اخرى مثلا صحيه. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الضرائب. فالناس بعض المرات يمكن كيجمعوا كل شيء وكيقولوا الضرائب عاليه، ولكن هما ما كيقصدوش بها غير الضرائب، كيقصدوا كذلك القطاعات الصحيه. شنو القطاعات الاخرى؟ هما التامين الصحي، فهذاك يعني كتستافد منه لانك ملي كتمشي عند الطبيب راه كيرجعوا لك، يعني هذاك ماشي ضريبه، هذاك قطاع صحي، تامين صحي. كاين قطاع على كذلك الناس، يعني العنايه بالناس المسنين، فهذيك حتى هي يعني كتستافد منها ملي كتوصل واحد السن. ف يعني بحال التامين الصحي، غير هو ماشي دابا، يعني حتى كتوصل مثلا السن يعني الشيخوخه. وكاين تقاعد كذلك، فهو تامين ماشي ضريبه، فهذاك التامين حتى هو كتستافد منه ملي كتشد التقاعد كتعاود تاخذه. فهاد القطاعات الاخرين بوحدهم ماشي هما الموضوع ديالنا اليوم غنهضروا غير على الضرائب. اللي خصنا نعرفوا في المانيا هما انه اللي كيحكم على الضريبه ديالك هو كذلك اش من كلاس انت فيها. فكاينه كلاس رقم 1، هما الناس يعني العزاب اللي ما مزوجينش، كيمشيو اوتوماتيكمون كيكونوا في الكلاس رقم 1. كاين اللي مزوجين فهما اما 3 4 أو 5. فإذا كانوا مثلا الزوجين عندهم تقريبا نفس المدخول فكيكونوا بجوجهم تياخذوا 4. إذا كان مختلف يعني واحد يعني كيدخل أكثر بكثير من الآخر فكياخذوا 3 5، يعني على حسب المدخول ديالهم. وهذا اختيار ديالهم، كل زوج يعني كيختار يا اما كيديروا 4 يا اما واحد كيدير 3 والاخر كيدير 5. والناس اللي خدامين يعني فريلانس زي الستانديش، فهذوك ما عندهمش كلاس، ما عندهمش درجه، يعني كيخلصوا يعني الضريبه بدون ما يكونوا داخلين في شي كلاس. دابا غادي نوريكم واحد المثال كيفاش كندوزو من البغوتو النيتو في الراتب ديالنا. غادي نمشيو لهذا الموقع وغادي نوري لكم واحد المثال. هما المعلومات. الموقع كيورينا كيفاش ندوزو من راتب بغوتو، مثلا هنايا درت 2000 اورو، شحال كتوصل النيتو على حسب طبعا كتختار اش من كلاس. ما تيقول لك العام كاتيجوري، يعني انا الكلاس يعني كنت درت 4 تقدر دير 1 ولا 3 على حساب كيسولوك يعني اش من التأمين اللي عندك، وكيعطيوك النتيجة تقريبا شحال غادي تجيك في النيتو. فهنايا 1474. ليش شفنا كيفاش الراتب بغوتو كيولي نيتو في ألمانيا. غادي نشوفوا دابا المغرب باش نقارنوا، لانه انا عشت في المغرب وعارفه شنو كيفاش كيتحسب كذلك الراتب، يعني الضريبه على الراتب، ونقدر يعني نقارن بيناتهم. ولكن انا نعطيكم واحد الموقع اللي كاين كيفاش غادي ناخذوا مثال ديال شي واحد كيشد واحد الراتب بغوتو وكيفاش نوصلوا للنيتو ونقارنوه مع ديال ألمانيا. باش نقارنوا هنايا نمشيو لهذا الموقع ديال المغرب كيفاش نديروا ندوزو من البغوت للنت. غادي نديروا تقريبا نفس اللي بحال الاورو، يعني 20000 درهم غادي تعطينا 14000 هنايا في هذا الموقع. غادي نمشيو للموقع اخر اللي كيدير فيه مجموعه التفاصيل، مثلا سيمير يعني التقاعد ولاسيغونس مالادي، نديروا مثلا واحد 3%، لانه هذاك الاول ما كانش عطانا هي لامو. غادي نديروا نفس الصالير يعني 20000 درهم ونشوفوا شحال غادي تعطينا. غادي تكون قل شويه من الاخر لانه فيها قطاعات زايده، يعني 14192 درهم مغربي. من بعد هذه المقارنه كيبان لنا بانه راه ما بين المانيا والمغرب ما كاينش شي فرق كثير في الضرائب. فاذا كان عندكم تقريبا نفس البغوتو فيقدروا توصلوا لنفس النيتو، مع انه هنايا ما كاينش غير الضرائب، كاين كذلك القطاعات الصحيه اللي هي مختلفه على هنا في المانيا، مختلفه على اللي في المغرب.
دابا النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر لكم عليها هي كيفاش كيتحسبوا هاد الضرائب، كيفاش نقدروا نفهموا كيفاش كيتحسبوا الضرائب. واش كاينه ديما نسبه مئويه؟ هما الناس يقول لك لا راه كنخلصوا مثلا 40% الضرائب. لا، هذا غلط. اولا لانه كاينين الاقتصادات الصحيه كنحيدوهم. ثانيا راه ما كاينش واحد النسبه من الراتب ديالك هو اللي كيتخلص عليه الضرائب. اولا هذاك الراتب، النقطه الاولى هي الراتب ديالك بغوتو، ماشي كله كيتحسب عليه الضرائب. كاين يعني قواعد اللي منها كياخذوا من داك الراتب الاجمالي، كياخذوا الراتب اللي كيتحسب عليه الضريبه وكيكون اقل من الراتب الاجمالي. من بعد كيكونوا يعني الضريبه على الرواتب كتمشي بدرجات. يعني فالدرجه الاولى هو الراتب اللي كيكون قليل، مثلا الناس اللي كيشدوا اقل من 12000 اورو بغوتو في العام، فهذوك ما كيخلصوا حتى شي ضريبه. يعني 1000 اورو في العام هذيك راه كتشدها هكاك. ملي كيكون عندك اكثر من 1000 اورو، دابا كندوزو للدرجه الثانيه، يعني ديك النسبه كتبدا ديك الساعات ما كاين ماشي 0%، كتولي واحد النسبه ديال الضرائب. هذيك النسبه تخلصها غير على الراتب ديالك اللي اكثر من 12000 اورو في العام، وهكذاك غاديين. وثم ملي كتطلع كتولي نسبه اخرى، وهكذا دواليك. انا غادي نوريكم هنايا واحد الموقع كيفاش غادي نفهموا كيفاش كيخدم هذا النظام ديال نسب الضرائب. كيفاش كيخدم؟ راه حتى في المغرب عندنا نفس النظام تقريبا، غير هو يعني تقريبا النسب يعني مختلفه، ولكن هو نفس النظام. يعني ملي كتولي يعني في واحد الدرجه ديال الراتب ديالك مثلا اكثر من 70000 اورو في العام، فديك الساعه كتوصل 42%. ولكن ماشي 42% على الراتب كله، 42% غير على ديك الدرجه الاخيره اللي اكثر من واحد المستوى معين. وطبعا ملي كيتزاد تيولي عندك اكثر من 75000 اورو في العام، فالنسبه كتزاد. وكذلك كتزاد ضريبه اخرى كتسمى سوليداريتي، يعني تضامن، ضريبه ديال التضامن. هذه كيخلصوها الناس اللي عندهم راتب اعلى من 75000 اورو. هادشي كيتبدل من عام لعام، هادشي كنهضروا عليه في 2025. هنا غنمشيو لهذا الموقع اللي كيشرحوا كيفاش كيتحسبوا الضرائب في المانيا. هنايا كما قلت لكم كاينه يعني الدرجه الاولى 12000 اورو في العام ما كيتخلصش عليها الضريبه، ومن بعد ملي كدوز الدرجه الثانيه مثلا 14000، هذيك 2000 اللي كثر اللي زايده كتخلص عليها يعني هاد النسبه هذه، يعني بحال كتخلص هي 300 اورو، ماشي على 14000 اورو كامله. وهكذا حتى كتوصل مثلا 60000 اورو في العام الى غير ذلك. فهذوك الرواتب اللي عاليه. اللي غادي نشوفوا هاد الارقام هادو، واش فعلا السؤال اللي كيبقى مطروح، واش فعلا الضرائب في المانيا عاليه بالمقارنه مع الدول الاخرى؟ فالجواب هو لا. كاينين دول اوروبيه اخرى اللي الضرائب ديالها اعلى، فهي كتبقى نسبه الضرائب اللي عاديه. يعني طبعا فهما يعني كيحتاجوا لديك الضرائب باش كيمولوا بهم بزاف ديال الامور، منها يعني البنيه التحتيه الى غير ذلك. فحنايا ملي كنجيو لالمانيا كنقولوا المانيا راه متطوره وكذا، لانهم هما كيحتاجوا لديك الضرائب باش كيبنيو داكشي كاع اللي كنشوفوا ديال المؤسسات ديال الى غير ذلك، من الامور اللي كتعجبنا، من المناطق الخضراء الى غير ذلك. وللاسف واخا في المغرب راه كنخلصوا نفس الضرائب، ولكن هادشي ما كيبانش لينا، ما كنشوفوش. هذا سؤال يعني غريب، ما كيبان ليناش، مع انه بزاف الناس كيخلصوا الضرائب. كاين فعلا للاسف كاين في المغرب كذلك تهرب ضريبي باش الناس ما كيخلصوش الضرائب. يمكن داكشي علاش تيقولوا راه الضرائب ما عالياش، لانهم ما كيخلصوهاش، خصوصا الناس يعني مثلا اللي ماشي كيخدموا يعني ما عندهمش راتب، وانما ديال راسهم، مثلا اعمال حره ولا تجاره ولا اعمال يعني مهن خاصه. فللاسف لذلك فالمانيا الحاجه اللي مزيان فيها هو انه قليل التهرب الضريبي كاين، ولكن واخا هكا كيتابعوهم، ما كيحاولوا يعني انهم ما يفلتوش وكياخذوا منهم الضرائب. وكنشوفوا الاثار ديالها يعني على الميدان. كاينه نقطه اخرى مهمه هي ما يسمى بالتصريح الضريبي. فحتى ولا كان مثلا هذه الضريبه كتبان لكم بانها راه عاليه، فكاين واحد الحاجه اللي ما خصكمش تنساوها، هي كل عام خصكم ديروا التصريح الضريبي، يعني شتويا اكليرونغ. فملي كتعمروها سواء بوحدكم او لا، يعني مع الزوج اللي مزوجين ماشي ضروري، المهم يقدر يدير كل واحد بوحده، ولكن يقدروا ديروها مجموعين. فكيردوا لكم يعني واحد البضعه الاف من الاورو، يقدر يردوا لكم 1000 اورو، يقدر يردوا لكم 2000 اورو على حسب يعني طبعا الحاله ديالكم، شنو هما الامور اللي دخلتوها في هذيك التصريح الضريبي. والسلام عليكم.